طيب السؤال الثالث بيقول لي إذا كانت السين بيساوي -1 و3 والصاد كذا، فعايز الاتحاد والتقاطع والفرق. تعالوا بينا نفهمهم واحدة واحدة. هنا عندي السين بيساوي -1 و3، هنرسم خطين، واحد للسين وواحد للصاد. هنرقمهم كمان يعني، هنا 0 1 4 5 6 7 ما لا نهاية، -1 سالب ما لا نهاية. هو بيقول لي السين من كام لكام؟ أنا هخلي السين باللون الأزرق. قال لي السين من -1 ل3. هاجي هنا من -1 وأعمل دايرة، ولكن -1 مغلقة فأنا هلونها كده لحد ال3. 3 مفتوحة فهسيبها مفتوحة، أوصل ما بينهم وأظلل كده كده اللي بينهم ده لازم يتظلل. طيب أما بالنسبة للصاد فأنا هخليها باللون الأحمر، 1 و5 يعني من عند الواحد لحد الخمسة. الواحد مغلق فهلونه، والخمسة ما هيش مغلقة فهسيبها مفتوحة، وهوصل اللي ما بينهم وهبدأ أظلل اللي ما بينهم. أول حاجة معايا هو طالب س اتحاد صاد، بس أنا هبدأ بالتقاطع الأول وهقول لكم ليه. بعد كده عايز س اتحاد صاد، وبعد كده عايز س فرق صاد. دايما نبدأ بالتقاطع، هتعرف ليه دلوقتي. س تقاطع صاد يعني الشوية اللي هم اتقابلوا مع بعض فيهم، يعني من عند الواحد كده لحد ال3، الشوية دولت هم اللي اتقاطعوا فيهم، هم دولت اللي اتقابلوا فيهم، هو ده التقاطع. يبقى التقاطع من الواحد لحد ال3. ببدأ بالصغير واكتب الكبير. طيب أما بالنسبة بقى للمغلق والمفتوح هنعمل فيهم إيه يا أستاذ؟ هقول لك أنا يا سيدي، صلى على النبي. التقاطع والاتحاد المفتوح مفتوح والمقفول مقفول. يعني الواحد هنا عندي مغلق فهخليه مغلق، والتلاتة ديت مفتوحة فهسيبها مفتوحة. طيب يبقى التقاطع والاتحاد المغلق مغلق والمفتوح مفتوح. الاتحاد بقى طبعا الاتحاد هيجيب لك بقى كله من الأول للآخر. أصغر حاجة عندك كام؟ -1 بينهم هما الاتنين، وأكبر حاجة خالص وصلوا لها الخمسة. طيب -1 مغلقة فهخليها مغلقة، والخمسة مفتوحة فهخليها مفتوحة. وبأكد تاني في الاتحاد والتقاطع المغلق مغلق والمفتوح مفتوح. آخر حاجة معانا س فرق صاد. هعمل دايرة على السين كده علشان هو عايز الحاجات اللي عند السين ما تكونش عند الصاد. يعني شوية اللي هما بالأزرق اللي فوق ده هما اللي على الشمال، أهم حاجة ما يكونوش عند الصاد. يعني من -1 لحد الواحد أهم حاجة ما اجيبش حاجة تكون عند الصاد. طيب -1 مغلق، وهروح للواحد بقى. الواحد ده عند الصاد، ده عند الصاد، يبقى ما اجيبهوش، يبقى خليه مفتوح، لأن أنا عايز اللي عند السين بس. لو في أي حاجة عند الصاد أقول له يا عم أنا مش عايز، عشان كده خليتها مفتوحة. تمام كده تمام.